السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر اعرف التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك على حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه مستر اسطى. التطبيق ده مساحته 38 ميجا وحمله اكتر من 10000 شخص. التطبيق ده موجود في دولة الامارات. بتقدر من خلال التطبيق ده تطلب مقدم خدمة يقوم لك باي خدمة انت عايزها. محتاج حد ينظف لك البيت، محتاج حد يعمل لك جنينة الفيلا بتاعتك، محتاج حد يعمل لك اكل البيت زي خدامة أو سفراجي على حسب النوع اللي انت عايزه سواء ذكر أو أنثى. محتاج حد يصلح لك العربية بتاعتك، محتاج حد ينظف لك البيت، محتاج حد يعتني بأولادك، محتاج حد يعمل لك عمليات إنشائية زي البنى، زي النقاشة اللي هي طلاء الحيطان والجدران. فكل الحاجات دي ايه او الخدمات دي بتلاقيها من خلال التطبيق. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تطلب العامل اللي انت عايزه. بتقدر برضو قبل ما تطلب العامل ان انت تعرف السعر اللي هو هيجيلك بيه. كمان بتقدر انت تعرف اراء العملاء التانيين اللي هو راح لهم العامل ده، ارائهم فيه ايه. لان كل عامل بيبقى موجود في التطبيق ده بيكون معمول له ملف خاص بيه، بيبقى عليه الاراء بتاع الناس اللي اتعاملت معاه. الاراء الايجابيه والاراء السلبيه كلها بتكون موجوده، فانت بتقدر تقرا الاراء الايجابيه والاراء السلبيه في حاله ان انت عجبك الاراء بتاعته. فانت بتطلبه وبتقدر ان هو بتجيبه البيت وبيقوم لك باي عمليه انت عايزها. وبعد ما بيخلص طبعا بتحاسبه وبينتهي الموضوع على كده. وبتقدر برضو تكتب له التقييم بتاعه على التطبيق. بس كده ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. بالنسبه لمزايا التطبيق، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معانا تكتب لي في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه، اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.